وهلا يا غوالي راح اعملكم قشطة الحلويات بطريقة كتير سهلة ومميزة ان شاء الله، مشان اي ست بيت ما بتعرفش تعمل قشطة بعلم عليها. طبعا هون انا عندي نص لتر حليب، يعني تقريبا كاستين، والكاسة قلت لكم 250 يعني 50 جرام تقريبا. ونشا الذرة بدي احط عليهم 100 جرام. وهون عندي سكر كاسة 250 جرام. وعندي هون روح الزهر، يعني ماء الزهر، روح ماء الزهر. وعندي هون الفانيلا. ويلا ننتقل للخطوة الثانية يا حلوين. طبعا أول شي حطيت الحليب وشغلت النار، بسم الله. هلا بنضيف السكر وبعدها الفانيلا وماء الزهر آخر شي بعد النشا. وهلا طبعا بدي أخلط المي مع النشا. طبعا مي يعني بدي احط على النشا 50 جرام تقريبا. ويلا مشان ما لبكن يا صبايا، راح اعملها مثل ما عملت بوزة بغداد الشام، يعني حطيت النشا مع الحليب على طول بدون مي، وبتضلوا تحركوه لحتى يغلي عندكم. بس يغلي تتركوه دقيقتين، بعدين بتطفوا عليه بتستنوه ليبرد، وبعدين تستعملوا القشطة. واستودعت جميع المسلمين وأولادهم من عمل الشيطان ومن عمل الجن ومن عمل الإنسان. إن شاء الله يا رب تكونوا عم تستفادوا معنا، وتكون قناتنا عاجبتكم ومميزة عندكم. وانتظروا كل جديد في شهر رمضان المبارك. كان معكم الشيف الشامي صلاح شاهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي قشطة الحلويات صارت جاهزة. شوفوا لي يا غوالي على هالقوام، ما شاء الله، بأقل من 5 دقايق. يعني فيكن تشتغلوا فيها دغري، ما في داعي انه تنطروها لتبرد.